السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حبايب الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اللهم اصلح حال فلسطين وحال السودان وحال جميع البلاد العربية يا كريم يا رب. اصلح حالنا وأمن روعاتنا واستر ولايانا واكرمنا يا كريم يا رب. النهاردة فيديو الجديد وإثباتات جديدة عن زكية المفترية اللي فضحت الولية بعد ما عملت العملة في الجراج مع الأستاذ حمدي الكنيسي. لما ظبطها الأستاذ صباح وبيقول لها انت بتعملي ايه يا زكية؟ قالت له انا مقيلة ساعتين وجاية. مين ده يا زكية؟ قال لها ده الأستاذ حمدي الكنيسي اللي هيخليني أبقى ممثلة كبيرة في الإذاعة والتلفزيون. سابها ومشي. قابل أختها المعلم نخنوخ طبعا، اللي بيطلع طبعا مش تصدير، ده لا مؤاخذة لا مؤاخذة، لا بطن ولا أي حاجة باينة، كل واحد الاتنين واحد. سبحان الله سبحان الله. نخش على أخت زكية وهو ماشي. البت صباح طبعا انتوا عارفين صباح النجس اللي ما بيرحمش لا أخ ولا مرات أخ ولا أي حد، هو عايز يخش في كل حاجة في كل حاجة. المهم هو ماشي لقى ناس بتقول تم القبض على كوافيرة وصديقتها تبينت قياما كلا من صاحبتها وصديقتها ام 26 سنة. دي كانت شغالة في مستشفى الحلمية الزيتون يا جماعة. كانت ممرض، كانت بتقعد تكتب يعني دخول وخروج والكلام ده. وفجأة يجي الزبون يقول لها عندك شغل النهارده يا ست معلم نخنوخ. طبعا انتوا مش تايهين عن معلم نخنوخ، جيله مستواه في اليوم السابع معروض. تبين ان هي راحت مع الراجل ده، سابت الدنيا وسابت الحاجة كلها وجريت عشان الساعة ب 500 جنيه والحسابة بتحسب. ان شاء الله انا هنزل لكم اللينك بتاعت القناة بتاعت الست دي اخت زكية اللي هي كانت ممسوكة في قضية يكفينا الشر يكفينا الشر دعارة. وهنشوف الحبس حكم عليهم القاضي عليها بالحبس ب6 اشهر بمهنة يا جماعة الدعارة مع الرجالة لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، يعني ما بين يتراوح ما بين 250 ل 500 على حسب يا جماعه الايه الزبون. هي كانت اخت زكيه كانت بتنقيها زي الطماطم كده، يعني اعوذ بالله اعوذ بالله عالم طول عمرها. بابا بقى بابوها الاقرع اللي بيحب ياكل الممبار الطويل ده، تمام، ده كان يقعد برضو بترابيزه كده عشان ياخد على باب الشقه عشان ياخد الايه التذاكر اللي داخله واللي طالعه. وهي كانت بتعمل الكلام ده من زمان، وزكية عملت الكلام ده لدرجة ان بقت تعمل ايه دلوقتي يا جماعة؟ تطلع بنتها اللي هي بيقولوا عليها عروسة، بيقولوا عليها عروسة يا جماعة، يعني تنزل في المية قدام الناس واللبس يبقى لازق على جسمها، يعني حاجة ما تتوصفش. انا ما اعرفش العالم دي ايه يعني. حتى البنات بتدخلوها في شبكات الصيد بتاعتكم. ما ينفعش ما ينفعش يا جماعه ما ينفعش. البنات كبرت دلوقتي. طب انت واختك طبعا طول عمركم جيلكم معروف، وطبعا صباح معروف ان هو لا مؤاخذه لا بيهمه مثلا مرات اخ ولا مرات اب، المهم بيخش على كل حاجه. ولما تتكلموا على الاخلاق يا معلم يا نسمه، انت فين يا نسمه؟ اللي بابا قاعد يقطع لك التذاكر انت واختك طول عمرك. على فكرة اللي انت ما تعرفوش، لما ماما ماتت، مامة زكية يا جماعة، لما ماتت، لما دخلت شافت المعلم نخنوخ وعرف ان هو لا مؤاخذة في 2016 هذا الكلام حصل بتاع المعلم نخنوخ لما تم القبض عليه في حاجات لا مؤاخذة مخلة جدا 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 يا جماعة. ربنا يسترها عليكم وعلى ولاياكم. ولما تتكلمي على البنات وتتكلمي على الكلام ده، لو جدعة يا ريت تطلعي الاصل كده، لكن انا عندي كتير وانا هقولها لك كل شويه بالبق، مش هقولها لك كده. واتمنى اللي عندك لو انت بتقولي، لكن لا مؤاخذه انت بقى مصدره ايه اللي انت بتقولي ان هي مصدراها؟
لكن لا مؤاخذة لا مؤاخذة، واحدة زيك كانت متجوزة وفجأة سابت بيتها وراحت بعيد بعيد. رحت فين يا اخت زكية انت وزكية؟ رحتي عملتي ايه؟ ولما رجعتي جوزك بيقولك انت كنت فين؟ قلت له انا كنت في الملاهي، كنت بتمرجح عشان كنت بحب اعمل مهلبية مهلبية. وطلقت جوزك صح؟ واتجوزت عليه عشان واحد؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة، عشان الفلوس. يا اخت زكية انت لا مؤاخذة لا مؤاخذة، وصدقيني ويمين بالله لا اعمل سيرج عليكي، وهنشوف القضية ان شاء الله اللي انت المستوية بتاعتك دي. لكن بتتكلمش على البنات. شوفي بنات اخواتك، بنات اختك اللي مطلعاها قدام الناس تبلبط في المية، وصباح اللي ما بيرحمش لا. خلي بالك منه يا معلم نخنوخ. احنا شفنا الدراما بتاعتكم المصرية وانت بتحط ايدك على عينيه وبتحط ايدك على كتفه، ده صوت وصورة قدام الناس كلها. لكن انت بتقولي اي كلام في اي كلام. وماله الاسمر؟ خلي بالك من الاسمر، الاسمر بيعور. ليه بقى؟ ان الاسمر قوته بتبقى قوة رختر. وخلي بالك هو الشيف الشربيني اللي كنت انت متجوزاه، ابو سنان مطرمة ده، ابو 10 نضارات في بعض، ده كان بيعمل لك فول وطعمية وزبادو ولا ايه؟ هو راح فين لما دخل عليكي ولقاكي بتهزري مع اصدقائك والساعة ب500 جنيه والحسابة بتحسب وسابك وجري؟ معلم نخنوخ انت جيلك لا مؤاخذة لا مؤاخذة لا مؤاخذة، يعني بلاش انت تتكلم. ده انت مسكوك في قلب في المسكن اللي انت كنت فيه يعني، وكان معاك مدعي واتنين وتلاتة. بلاش تتكلموا على الشرف، انتوا ما تتكلموش لا مؤاخذة. انتوا كنتوا نازلين بملايات ليه صحيح؟ ليه؟ انتوا كنتوا بتعملوا دور السيدة المصرية ولا بتعملوا ايه؟ يا عالم يا ناقصة، يا عالم يا قلالات الأدب، يا اللي ما عندكوش لا دين ولا أخلاق. زكية تطلع تفضح الولية، الحقوني الحقوني عشان إن المناصر دخلت عندها عملت لها قضية، والتاني اغتصب وشتم وسب دين. استغفر الله العظيم. انتوا ايه؟ واختك اللي هي على لا مؤاخذة على التواصل الاجتماعي في اليوم السابع واليوم الثامن واليوم العاشر، ده لقيت القصة عند الأستاذ حنفي كمان. يا ريت يا أخت زكية بلاش تتكلمي على الشرف، ده أنت بتصدريها لا مؤاخذة تحس إنه دولاب شمال ولا يمين. هي مفكوشة إلا بهاء. يا بهاء خلي بالك من نفسك يا بهاء. بهاء أنت أرق واحد يا بهاء. لكن ما تمشيش مع زكية واختك التانية المعلم نخنوخ، عشان دول بتاع شبكات كبيرة على مستوى الجمهورية. ولا مؤاخذة لا مؤاخذة ما يبقاش بكم من ازاز وتحدفوا الناس بالطوب. بابا الاقرع اللي عامل شبه الشنب الليمبي اللي بيقعد على باب العيادة عندك والساعة ب5 جنيه وعمال يقطع في التذاكر. يا عالم يا ناقصة، دوري على جوزك اللي انت سبتيه، وعشان عشان شبكة السنارة، عشان ال500 جنيه تتكلميش انت يا نسمة. انت فين يا نسمة؟ وبابا ماشي يندع عليكي في الشوارع وانت عمالة تاكلي تعملي في المهلبية. وبلاش تتكلمي على البنات لا مؤاخذة، ده انتوا بتطلعوا صوت وصورة وتطلعوا البنات يبلبطوا في المية. يا بتاعت محافظة انت وصديقتك، هي كانت بتشتغل عندها مديرة كوافير ولا كانت ايه؟ يعني انا عايز، طب اتعرفتوا ازاي على بعض؟ ازاي؟ طب ما كنتوش يعني قوليلي يا بتاعت العرض والطلب، يا اللي عامله شبه لا مؤاخذة باب الشقة عرضين. لا مؤاخذة لا مؤاخذة لا مؤاخذة، اللي تسيب جوزها وتتجوز عليه دي لا مؤاخذة، دي مرة لا مؤاخذة لا مؤاخذة لا مؤاخذة زانية أعوذ بالله. وشو اسألوا أي شيوخ كده. لكن انت سبتي ورحتي وجريتي ومشيتي في شبكة واتنين وتلاتة واتقبض عليك ب6 شهور يا اخت زكية يا معلم نخنوخ. وزكية اللي كانت نازلة واللي الشيخ اللي من عندكم اللي طلع جاب اختك
جاب اختك لما بيقول له يا بابا الحق يا عم بابا بنتك بلاش انتوا يا علم يا نكسة يا قلالات الادب يا بتوع شبكات السنانير يا بتوع اليوم السابع، بلاش انتي والساعة ب5 جنيه والحسابة بتحسب وانا موجود معاك، موجود معاكي، ما تقلقيش يا اخت زكية. لا مؤاخذة يعني انتوا عالم نجسة. اختك فضحت وطلعت وشهرت وقالت الرخيصة وما اتكلمتش وقاعدة مع واحد لا مؤاخذة خاين. انتوا عادي يعني بالنسبة لكم، خد وهات الحلاوة في السكينة. انت لا مؤاخذة قضيتي 6 شهور والتانية لا مؤاخذة نازلة بالملاية، وبنتكو اللي هي بتقول بنتكو ده صوت وصورة والناس كلها شافتها تبلبط قدام الناس عشان الناس تشوفها وهي بتبلبط في المية، ومامتها فرحانة اللي نزلت بالملاية اللف. مش انتوا الاتنين نزلتوا بالملاية اللف